السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان حياكم الله. مطرنا ولله الحمد. شوفوا الرحمة الله، شوفوا الرحمة الله سبحانه وتعالى كتنزل علينا يا الظالمين يا المفسدين. شوفوا الرحمة الله. مطرنا ولله الحمد. الله يرحمنا قد نفع، الله يرحمنا قد نفع. فنحن يا ربي لا نستطيع الكثير من الاشياء، لان كنبقاو ضعاف. الانسان ضعيف مهما قوينا، فالانسان كيبقى ضعيف. كما يقال شيء إن زاد عن حده انقلب الى ضده. الله يرحمنا قد نفع. وكما تعلمون الاخوان شنو وقع الاخوان ديالنا في اسفي، انا لله وانا اليه راجعون. راه اي حاجه كتزاد عن الحد ديالها راه كتولي ضرر في نفس الوقت. الاخوان، بالنسبه للموضوع اللي تكلمت فيه ان شاء الله واللي بديت فيه راني غنكمل فيه. الموضوع اللي تكلمت فيه على بعض الخبات، على بعض البشر اللي هما الناس. شوف، انا عارف بان اكثر الناس يقولوا ماذا يحمل في قلبه بلال، ماذا فعلوا لبلال، ماذا. أنا كأيها إنسان عادي جدا وليس مجبر أن أحكي أو أقول يعني الحيثيات، أو يعني نسمي ذاك الإنسان اللي أذاني ولا. راه اللي أذونا بزاف هذا المجتمع، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. أذونا بزاف الناس من هذا المجتمع هذا، ونوصلوا الفكرة، نوصلوا الرسائل اللي كتعم الفائدة، ويعرفوا الناس القدر الألم اللي كيتألموا به الناس بحالي وبحال بزاف ديال الناس. يعني ما أكثر الناس اللي تأذت، يعني خصوصا من الناس اللي قرابين منهم، واللي هذا شيء عادي. لما احنا هاد الناس هادو اللي أذونا، الناس اللي أذونا عليهم من الله ما يستحقون، كنوصلوا لهم هاد الميساجات باش حتى لا قدر الله سبحانه وتعالى الموت علينا حق، والمرض علينا حق، وكل شيء علينا حق اللي يجي من عند الله سبحانه وتعالى كامل حنا قابلين به وراضيين به. حتى باش هاد الناس ما يستحمروناش حتى في الموت ديالنا اذا متنا. يجي اخر يحضر لك الجنازه، هو قال فيك ما ليس فيك وظلم، يعني في يوم ما ظلمك، ويعني ما خلى ما قال فيك، ما خلى ما عمل لك، ما خلى ما ساء فيك الظن، ما خلى ما. ويجي يحضر لك الجنازه ويجي يمشي لك في الجنازه ديالك. هذا مجرم. نتبرأ من هاد الاشخاص هادو حنا الاخوان. هذا كل ما في الامر صافي، ماشي زعما حنايا حتى ما يظنش بعض الاخوان ولا خاي بلال ماشي بالك، والانسان باشا ديك الهضره. نعم اخي، انا شكرا واقدرك واحترمك، شكرا. انا افهمك، انا فهمتك على انك كتنصحني خاي بلال ماشي بالك، وبنادم هذا الدنيا هي هذه. نعم ادرك هذا الشيء، كنعرفه. شكرا لك اخي، شكرا لك اختي. لكن لا بد ان اصل بعض الاشارات لبعض الخبات، لبعض المجرمين المنافقين الظالمين استغلاليين، لكن لا قدر الله سبحانه وتعالى، لا قدر الله عز وجل متنا وتغمدنا الله برحمته. انا ما واقفش يا اخي تجي عندي الجنازه ديالي وتعمل لي التصويره ديالي في الفيسبوك. انت فوقاش كنتي كتجي عندي ولا كنجي عندك؟ فوقاش كنتي انت كتحترمني باش تجي تعزي فيا، ولا باش تحضر لي الجنازه ديالي، ولا باش. اعوذ بالله منك، قربش عندي قربش عندي قط. وهاد الاشخاص الاخوان اللي كنوصل لهم هاد الرسائل راه ما غيفهموا راسهم دغيا والله حتى غيفهموا راسهم. هاد المنافقين هادو ولاد الحرام هادو. اني ابغضكم حيا وميتا، إني أبغضكم حيا وميتا. في لا أقل ولا. هذه من ضمن الوصية إن شاء الله عز وجل. طبعا إنسان، أي واحد عنده ماضي، أي واحد عنده يعني عنده
معاناة كل إنسان كل البشر طبعا، إنما المعاناة تختلف على بعضها. المعاناة والمشاكل تختلف كل الاختلاف. يعني معاناة هذا ماشي هو هذه، وهذه ماشي هو هذا طبعا. لهذا لعل حنايا مقصرين. حنا شنو خاسرين صاحبي؟ شنو خاسرين كاع؟ حنا شنو خاسرين؟ ما خاسرين حتى شي حاجه، ما دام ان التواصل الاجتماعي الحمد لله كونيكسيون موجوده متوفره ولله الحمد وفضله. احنا كنوصلوا الحمد لله. كاين اللي كيفهمنا وكاين اللي كيحقنا. سمحوا لنا الدعيه نبدلوا. الله الله الله، واش فهمتيني؟ هذاك الراس مربع كاين اللي كيفهمنا وكاين اللي كيحقنا، كاين اللي كيعرفنا شنو كنبغيو نوصلوا الشريف. هادشي هذا راه ماشي، راه اللي كنقولوا حنايا ماشي عن فراغ، اولا جبناه من راسنا ولا غير معصبين ودي الازمه والازمه وعرفتي وبنادم الحسد فينا شي واحد ولا هزين والله ثم والله ثم والله وتالله ما كاين شي حاجه من هذا القبيل. نعيش الحمد لله عندنا او ما عندناش، سواء كنا فقراء ام اغنياء، المبدأ لا يتغير. والله ثم والله لا يتغير المبدأ يبقى مبدأ الشريف. افكار تبقى افكار مغروسه في العقل، لا انت ولا جدك يقدر يبدلها. في يد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقني، هو الذي قادر على تغييري في المبدأ. اما بالامور اصلاح والانسان ان يغير من يعني حتى ما تظنوش احنا راه كنعرفوا شنو كنقولوا. طبعا لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، لكن من غل وحسد ونفاق وظلم ومعامله يعني بالبنوك الربويه. ويتقي الله الانسان ويغير من راسه، والصلاه بالوقت ديالها ويحاول الانسان يصلح، والصيام والقيام والزهد في الدين والتغيير. يعني أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وهذا نعم نغيره. لكن أنا كنتكلم على المبدأ ديالي، على المبدأ اللي عطاني الله سبحانه وتعالى، والشخصية ديالي لا تغير، لا تتغير أبدا، لا تتغير. وهذا اللي بغينا نوصلوا حنايا، نوصلوا من هذو ولاد الحرام اللي اذونا، لا من قارب ولا من بعيد. انا قلت وكنعاودها، هاد الناس هادو اللي كنهضر عليهم راه دغيا غيفهموا راسهم ويعرفوا راسهم. يوقع لي معاهم مشاكل ماشي شهور وماشي اعوام، وبزاف بزاف بزاف. يعني حتى سبحان الله، واش انت واحد اذاك وظلمك واحد الظلم شديد ظلم، يعني اذا انزلته على جبل لهدم. شنو هو الظلم؟ ظلمات يوم القيامه. الظلم ظلمات يوم القيامه، والله عز وجل حرمه على نفسه يا عباد الله. قال الله سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. تجي تينا تظلمني وتعدى عليا وتجبر عليا وتقول فيا ما ليس فيا، ودوز واحد السنين واعوام وانتهز عليا فكره غلطه وتقول فيا ما ليس فيا وتظلمني بالاقوال وبالافعال. فيجي واحد النهار لا قدر الله وموت، جيت تحضرني الجنازه ديالي، نعلة الله وعليك الى يوم الدين. هاد الناس اللي كنتكلم عليهم. اما الناس اللي وقعنا معهم سوء تفاهم بسيط، او لا هو انسان عنده وجهه نظر وانا عندي وجهه نظر، اختلاف لا يفسد في الود قضيه. كنعرفوا حنايا دائما الاختلاف في الراي لا يفسد في الود قضيه. كاع الناس اللي اختلفنا معاهم سواء اصدقاء اقارب الناس العمل، اختلاف الاراء كذا. نهضرش على هذا النوع هذا اللي تعرضوا لنا في الارزاق ذي وليداتنا، اللي ظلمونا
يعني في الحياه ديالنا، اللي قالوا فينا ما ليس فينا، اللي يعني تجبروا علينا، اللي طغوا علينا، اللي المهم هادو كاملين راه معروفين هما معروفين، ما تقوليش شي معروفين شكون هما هاد الزنادق هادو ولاد الحرام هادو. تشرفونيش انا نكون قدر الله عز وجل الوفاه ديالي يوم من الايام، تجي انا شي واحد يحضر لي الجنازه ديالي ويمشي لي في الجنازه ديالي او يجي يعزي فيا. لا، عليك من الله ما تستحق. راك معروف على من كنهضر، انا معروفين هاد الناس اللي كنهضر عليهم، راه عندي معهم عداوه ثابته. نعم، عندي معهم عداوه ثابته، وماشي واحد وماشي جوج وماشي 6 وماشي 8 وماشي 10 وماشي 15، وهم كثر. فانظر نفسك انت، شوف راسك شنو العلاقه ديالك مع هذا الشخص هذا، كيفاش واش واصله لهذه الدرجه. اذا ما كنتش واصله لهذه الدرجه وكتواصل معايا وساعه، ماشي انت المقصود. فالمقصود هو المقصود. وجه الخروف راه معروف كيف ما كنقولوا حنا. على كل حال الشتاء تبارك الله الاخوان، الحمد لله. شو الله عز وجل، شوفوا الله سبحانه وتعالى راحم بعباده. لكن نتوما البعض اللي كنتكلم عليكم هادو، اللي كنتكلم عليهم الاخوان، انا والله الذي لا اله الا هو، والله لا يهدل الحال الا يشوفك مرمد ومعذب. قسما بالله هاد الاشخاص هادو اني ابغضهم في الله حيا وميتا. انهم الحاقدين الحاسدين، السحرة المشعوذين الظالمين، الناس اللي ما كتحشي، اللي ما عندهاش ضمير، اللي ما عندوش الضمير، اللي ما كيسولش، اللي ما كيناضلش، اللي ما كيبادرش، اللي ما كيعاونش خاه ولا ختو، اللي هذاك عليه كنهضر انا. هذوك الظالمين، هذوك الاقارب، هذوك العقارب، وحاشا واش يكونوا الاقارب. قيس على الناس اللي هما عاود لقطنا بهم الظروف في العمل، يعني تعدوا علينا من جهة العمل وتعرضوا لنا في الارزاق ديالنا. خاصمهم امام الله، نحن خاصمهم امام الله عز وجل، لن نسامحهم. شاخر وقف لك في الرزق د ولادك ووقفك من العمل بدون سبب مثلا، وتعدى عليك ظلما وعدوانا، هذا غتسامح له؟ لا سماحة. مش هذاك اللي طرقتي الباب ديالو يوم من الايام وميك عليك وعمل راسو بحال اللي زعما ما شافك شي، ولا بحال اللي كذا، وهو قادر يساعدك وقادر يعاونك، هذا غتسامح له؟ لا سماحة. ويا من انت وقفتي معاه، ويا من تعاونتي في يوم من الايام وهو ما عقلش عليك. سنين واعوام كدوز، اعوام وسنين وشهور، وكاين شي كيقول لك لا فلان كيتلاقاك وكيتحاكم معاك. منافق مجرم، ما عندوش النفس، ما عندوش العز، ما عندوش العزه، ما عندوش علاش يحشم. كيتلاقاك زعما في رمضان ولا في العيد ولا زعما كيجي يبارك عليك العيد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن حنايا راه بعادين كل البعد على الدين وعلى الإسلام إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. وما كنقطعوش الرحمة من أرض الله عز وجل. كاين الرحمة، كاينين الناس طيبين، كاينين الناس صالحين، لكن محسوبين على رؤوس الأصابع. كل ما في الامر كنبغيو نوصلوا الصوت ديالنا ونوصلوا ما في داخلنا، يعني ونحاولوا ان نتبرؤوا من هاد الناس اللي كتعرض للارزاق د عباد الله. واش اخر كيتعرض للارزاق د عباد الله وكيشريها اخر ويمشي يبيع ويشري فاخر وما اكثر هاد الناس هادو غتسمح له يجي في الجنازه ديالك؟ بالله عليك، حاشا صاحبي. سير صاحبي، عليك من الله ما تستحق. سير الملعون، سير الملعونة، نعلة الله وعليكم. هاد الناس هادو أقبح ما خلق الله عز وجل، من شر ما خلق. الله عز وجل ذكر في القرآن، احنا ما كنقولوش شي حاجة ما قالهاش الله عز وجل.
من شر ما خلق. شكون هما هادو اللي كنتكلم عليهم انا؟ صافي فقط، ماشي زعما انا كنقول هنا ما عرفتش اني كنقول كنطلب عباد الله ولا كنقول شي حاجه اللي هي ما كايناش، لا كنقول هذاك الشيء اللي كاين. الاخوان ما نزيدش حتى لا نطير ان شاء الله، الحديث باقي ان شاء الله، نهضروا بزاف الحاجات ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل